كاين واحد النوع ديال البشر تيهربوا منه الناس، كيهربوا منه ولادو، كيهربوا منه صحابو، تيهربوا منه جيرانو، تيهربوا منه كاع البشر. علاش خوتو؟ علاش؟ لحقاش كيكون عنده واحد التفكير، كيكون عنده واحد المنطق ديال السجان. انسان عنده افكار مقتنع بها وباغي يفرضها عليك. انسان عنده واحد النمط ديال العيش، بمعنى واحد الطريقه في الحياه ديال العيش وتيفرضها عليك. كتوقع بزاف بين الازواج وبين الخوت وبين الوالدين والابناء. ففي الاخر كتلقى بنادم مسكين عيا ما قادرش يتنفس، وكتقول اواه وهذا الشخص هذا اش غادي يطلعوا كاع الا فرض عليك داكشي اللي بغا. يلا قول لي اش غيطلعوا؟ هو فرض عليك باش دير داكشي اللي بغا، ها انت يا درتي داكشي اللي بغا وطالع عليك الدم وما عجبكش الحال، وواخا يكون طالع عليك الدم ما تيهموش. اللي كيهمو هو انه دير داكشي اللي بغا هو. واش هاد الناس عندهم امراض نفسيه ما بغاوش يمشيو يعالجوها؟ جو سي با. واش هاد الناس هادو عندهم اضطرابات في الشخصيه ديالهم ما بغاوش يمشيو يعالجوها؟ ما بغاوش يراجعوها؟ الله اعلم. والغريب في الامر هو ان هذا النوع ديال البشر انت كتهضر معاه ما كيديهاش فيك. الراي ديالك بالنسبه ليه الراي ديالك بحال الا كيهضر معاه شي حمق كيدير راسو ما مسوقش ليك انت يا ماشي شغل. زعما انت اللي خصك دير داكشي اللي كيدير يقول، وانت مسكين راه معتوه، انت غير حمق ما ساويته وزا. وما تيحسوش بروسهم، ولكن راه كيحسوا بروسهم. علاش؟ لحقاش علاش هو كيرفض اي فكره ديالك، تيرفضها اي قرار ديالك تيرفضو، اي مبادره ديالك تيرفضها وتيفرض عليك ديالو هو. اذا عارف شنو كيدير. لحقاش الا كنتي كترفض الافكار ديال الناس وكترفض ان الناس يقترحوا عليك اقتراحات ويقولوا لك شي حاجه وديرها، ولكن انت الا قلتي للانسان يدير شي حاجه خصو يديرها، ولا كيقلب عليك وتيبدا يعاير فيك وتيجبد لك الجديد والقديم وتيكرهك في الدنيا، وفي الاخر كتهرب. هذا راه سجان، هذا راه حبس. هذا بس هذا ربي خلقنا احرارا. اللي كيسجنكم هربوا منه، هربوا ثاروا لا تفكوا.